السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم نقدم واحد الحلة زوينة واعرة سهلة ومذاقها خطير. اللي كتعجبو الفي ضروري غتعجبو. المهم ماشي كله ساهلة ودغيا تتوجد في ستودو ساعة كتكون مصايبة كلشي وطيبة واجدة وبرونتا بير مانجاري. ندوزو المقادير. اول حاجه غنبداو بالكريمه حيت هي اللي خاص تسناها تبرد. غنحتاجو كاس ونص من الحليب، نكتب لكم تحت بالغرامات. غنحتاجو 3 المعالق تاع السكر حبيبات، نحتاجو صفار بيضه. هذه كريمه باتيسير ساهله كنخلطو كلشي في دقه. كنحتاجو الفاني وتقدروا ديروا قشوره الحامض او الليمون. كنحتاجو معلقه كبيره تاع النشا. كنحركو مزيان في الحليب بارد، ما حدو بارد كنحركو مزيان وكنديروها فوق النار. فين كتقاد لينا بحال هذا الشكل كنغطوها ونخليها تبرد. المرحله الثانيه هي كلها سهله. هذه الوصفه كنجيبو 2 روتولي او 2 دوائر من العجينه المورقه. هذا هو الدائره الاولى كنسرحوها. جيبوا المربعه او جيبوا الدائريه بحال المهم خاصنا 2 منها. كنطقبوها مزيان باش ما تنفخش لينا في الفران. كنسرحوا فوق الكريمه من بعد ما بردات. واكد فين كتبرد الكريمه عاد نديروها. كنسرحوها وكنخليوها واحد تقريبا 2 سنتيم في الجناب، ما نخرجوهاش لبرا. اللي بغى يضيف الشوكولاته ديرو. هاد الوصفه اللي تتعجبك هذه ملفي احماق على هاد الوصفه حيت ساهله. كنديروا فوقها العجين الثاني كنغطيوها كلها وكنصايبوا الجوانب وحده فوق وحده وكنتنوها كما كتشوف في الصوره باش ما تخرجش لنا كريمه فين نكون في الفران. انا كنكمل ندور على الدوره كلها. من بعد كنجيب الحليب، غير الحليب. قبل ما الحليب كنتكوها كلها بالشوكه باش ما تنفخش لينا وكندهنوها بالحليب، الحليب بوحدو. من بعد كنجيبو اما رقائق اللوز او حبوبات اللوز اللي عندكم ديروه. كتدخلوها الفران 3 ساعات وتخرجوها. هذا هو الشكل ديالها. كتزينوها بالسكر ثقيل او سكر كلاصي كلها. وها هي واجده. ما تصوروش البنات شحال بنينه بزاف وناقصه حلاوه على بالفي حيت من ناقصه الكناش. المهم كتجي خفيفه، كتجي بنينه بزاف وكتجي واعره. عرفتي الا جربتوها غتدمنوها بحال الملفي غير الشكل بدل. وكبيره يعني كتخرج كميه كبيره، كتخرج اوطو ولا 8 القطع كبار. هذا هو الشكل ديالها. كتجي واعره ما حد كتقدم وهي كتبنان. كتجي بنينه بزاف. نتمنىكم تجربوها. هذا هو الفيديو تاع اليوم. نتمنىكم تجربوه وبسلام عليكم.